مشاهدينا الكرام، مساء الخير. 25 يناير تاريخ لن ينساه المصريون أبدا، ويوم تدافعت فيه العيون لتتجمع الأنظار كلها صوب ميدان التحرير. ميدان وثورة وملايين وعصر سياسي انتهى ليبدأ آخر. اليوم وبعد مرور سنة، هل حققت الثورة أهدافها؟ كيف يبدو وجه مصر الجديد؟ وهل اكتمل المشهد أم بعد؟ والأهم، هل تستعد مصر لخطوة إلى الأمام؟ ستعود إلى الوراء؟ وماذا عن وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم والمسؤولية؟ حلقة الليلة خاصة وقبل أيام ثلاثة على ذكرى 25 يناير، مصر، الصورة والمشهد والثورة بعد عام. استقبل مباشرة من الاستوديو في بيروت المخرج السينمائي المصري المتميز خالد يوسف، الذي انغمس في الثورة وتحمس لها حتى آخر الحدود. أيضا استقبل القيادي في حزب الحرية والعدالة أو الجناح السياسي للإخوان المسلمين، دكتور أحمد أبو بركة. أهلا وسهلا فيكم أستاذ خالد. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيكم في بيروت، وشكرا لتلبيتكم دعوتنا للمشاركة والحضور، خصيصا للمشاركة في هذه الحلقة الليلة. أيضا أستقبل ضمن هذه الحلقة ومباشرة من مصر رئيس الاتحاد المصري لمنظمة حقوق الإنسان نجيب جبرائيل، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي دكتور أحمد خليل، والمتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية طارق الخولي، إضافة إلى تقارير خلال هذه الحلقة لمراسلتنا في القاهرة منى عشماوي. سأبدأ مباشرة من ذكرى 25 يناير. أستاذ خالد، الذكرى الأولى لثورة مصر يوم الأربعاء ستمر وسط انقسام في المواقف بين الدعوة إلى الاحتفال باعتبارها ذكرى للاحتفال بها، وبين الدعوة لاعتبارها يوما لاستكمال الثورة التي لم تكتمل بعد. كيف سيكون 25 يناير من وجهة نظر خالد يوسف؟ لا، هو عام على انطلاق الثورة، لكنه في الحقيقة لا يمكن أن يكون احتفالا، أن الثورة لم تصل إلى مراسيها بعد، لم تصل إلى مرفأها، لم تصل إلى أهدافها، بل حجم الدم المراق بعد الثورة، بعد نجاح الثورة وسقوط مبارك من 11 فبراير حتى هذه اللحظة، كان تقريبا أكثر من اللي تساقط في ال 18 يوم، وحتى هذه اللحظة لم نقتص لدماء هؤلاء الشهداء. يعني فكيف تستطيع أو تجرؤ أن تقول نحتفل يلا بالثورة، كل حاجة everything is alright وكل حاجة بقت تمام، ودماء الشهداء ما زالت على الأرض، ولم نقتص من قاتلين، ولم حتى نقدمهم حتى للمحاكمة، ولم نعرف. يعني أنا طبعا بقول طول الوقت أن المجلس العسكري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللي هو المسؤول عن إدارة الفترة الانتقالية، هو المسؤول عن هذه الدماء، سواء هو من اقترف هذه الجرائم أو أنه هو حتى هذه اللحظة لم يقدم من اقترفها للمحاكمة. إذن ب 25 يناير ستكون أنت في ميدان التحرير لاستكمال الثورة. لاستكمال الثورة ضد المجلس العسكري أم ضد التركيبة التي انبثقت عنها الانتخابات، ضد السلطة الجديدة بشكل عام بما فيها من إخوان وسلفيين ومجلس؟ ضد ماذا؟ ضد كل هؤلاء، لأن النظام سقط رأسه، فاستبدل رأس مبارك برأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستبدل الحزب الوطني بالإخوان المسلمين، أو بحزب الحرية والعدالة، يعني أو بحزب الحرية والعدالة والسلفيين. نعم. والأمور زي ما هي. يعني أنا حتى هذه اللحظة بعد سنة من الثورة لم يحدث أي شيء جديد غير النسق اللي كان ماشي عليه نظام مبارك عبر 30 سنة. نعم. دكتور أحمد أبو بركة، استبدال الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة، استبدال مبارك بالمجلس العسكري، كأن شيئا لم يكن وكأن الثورة لم تكن. ما هو ردك على هذا الكلام أو على موقف خالد يوسف الذي يعبر عن مواقف الكثيرين في مصر؟ دعني أشكرك على هذه الدعوة أولا، وأشكرك ثانيا أن جمعتني بأخي الحبيب مخرجنا العظيم خالد بيه، وأحيي السادة المشاهدين في مصر وفي كل بلاد أوقاع الوطن العربي. ثورة 25 يناير المصرية ثورة عظيمة كبيرة قام بها شعب عظيم. الثورات هي بتسحب المشروعية على النظام وتؤسس مشروعية جديدة، تراكم كبير، تضحيات ضخمة لم تقف عند حد التضحيات العظيمة التي قدمها المصريون في 25 يناير وما تلاه. نعم. 1000 شهيد وما تلا 1000 شهيد من الشهداء ساهم في هذه الثورة العظيمة، سبقه أسهم كثيرة
المصريون في كل أجيالهم يحلمون بهذه الثورة، يحلمون بالحرية، بالعدالة، بالتنمية، ولكن بالريادة. سمحت أريد موقف منك ردا على ما قاله الأستاذ خالد، أنه وكأن الثورة لم تكن وأنتم لازم في براءة الاستهلال. في براءة الاستهلال الأول وبعدين سأرد. إيه، أنتم حزب وطني جديد، هكذا يعتبر خالد يوسف مبارك وكأنه لم يرحل. ما هو ردك؟ مهما عنونت الواقع بعناوين لا تتصل أو لا تعبر عنه، الواقع دائما بيكون ظاهر وواضح، وبالتالي أنا لا أقف عند هذا كثيرا. سأجيب عليه ولكن في سياق حديثي عن أن الثورة المصرية أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، لأنها حلم أجيال وتضحية أجيال، ليس جيلا واحدا. كل من ذهب ليدلي بصوته ومنع عن يدلي بصوته وعاد صدره كالمرجل يغلي حينما يرى الحق ذبيحا في كل انتخابات أجراها مبارك ومن قبله 60 سنة في حياتنا. نعم. وقبل كده كتير. كل من صاحب مرض وذهب يتلقى العلاج فلم يجده، أو لم يجد فرصة عمل بعدما أفنى عمره في الدرس وفي التحصيل وفي بذل كل ما يستطيع من وسع. هذا واضح، ولكن لو سمحت أريد أن يكون توزيع الكلام عادلا بينكما. هناك متسع من الوقت لضيوفي من القاهرة، لذلك أريد أجوبة مباشرة. بالضبط. وبالتالي لماذا تحولتم إلى حزب وطني جديد؟ لماذا ما زال وكأن مبارك موجودا بعد عام على الثورة؟ ما هو ردك؟ الشعب المصري الذي ثار لم يثر لكي يسقط مبارك فقط ولا يسقط نظامه فقط، إنما ثار لكي يقيم دولة طبيعية، دولة قانون، دولة حقوق وحريات، دولة كرامة إنسانية، دولة تنمية حقيقية ينال ثمارها كل المصريين. وبالتالي أكبر جريمة ارتكبها كل استبداد هو إلغاء مبدأ سيادة الشعب، مصادرة الشعب. حينما تأتي الثورة بانتخابات حرة نزيهة، هذا إنجاز لا يقل أهمية عن إسقاط النظام برأسه. ولا زالت يعني يكون وهم كبير من يظن انه بمجرد سقوط راس النظام يسقط النظام. نعم. طيب احنا قلنا ده من زمان. نعم. من 11/2. نعم. ان السياسات والاليات والعلاقات المؤسسيه وبناء الدوله، الثورات الشعبيه لا تحقق اهدافها الا باراده الشعوب. نعم. وبالتالي لابد ان نبني الدوله حتى تحقق ساعود اليك. الثوره المستمره، الثوره لم تكتمل اهدافها. اتفق تماما مع قاله مخرجنا العظيم الاستاذ خالد في ان الثوره لم تستكمل اهدافها، ونحن سائرون لتحقيق اهداف الثوره، ولن تحقق اهداف الثوره الا بايدينا نحن حينما نستلم السلطه غدا بانتقال سلطة التشريع وسلطة الرقابة على الحكومة إلى البرلمان. هذه اللبنة الأساسية في بناء الدولة. هذا بداية تحقيق أهداف الثورة. ما هي الضمانة لكي لا تتحولون إلى حزب وطني رقم 2؟ يعني لا يمكن أن ما هي الضمانة بكلمتين لو سمحت؟ لا يمكن أن تشبه الليل بالنهار ولا الظلمة بضوء الشمس. بس شبهكم يعني أنا بغض النظر ليه؟ لأن الحزب الوطني جاء للسلطة بتزوير، باستبداد. أما الحرية والعدالة جاء بإرادة الشعب بانتخابات حرة سليمة. حجر الزاوية في الديمقراطية أن الشعب مصدر سلطته وصاحب السيادة. حينما ينتخب الشعب ويعبر عن إرادته علينا أن ننحني جميعا. نعم. وهنا فرق جذري، وبالتالي التشبيه. سأناقش هذه الفكرة مع الأستاذ خالد حول سأناقش هذه الفكرة حول موضوع أنه هم جاءوا بإرادة الشعب وليس بالتزوير ولم يسقطوا من فوق. ولكن بعد أن أشاهد هذا التقرير الذي أعدته مراسلتنا في القاهرة منى عشماوي، بعد عام من الثورة ماذا يقول المصريون؟ كيف تبدو الصورة؟ يتضمن هذا التقرير آراء الناس في الشارع المصريين ماذا يقولون، ورأي للصحافي في جريدة الأهرام أشرف العشري. عام على الثورة المصرية أنجز فيها المصريون مطالبا لم يستطيعوا أن ينالوها حتى لو في أحلامهم، ووصل سقف أمنياتهم بعد ثورة 25 من يناير إلى العنان. كلما حصدوا حقا من حقوقهم الشرعية يطلبون الآخر. ولكن هل يشعر المصريون بأن مطالب الثورة ستتحقق للنهاية، أم أن أمامهم شوطا آخر يكملون فيه ثورتهم؟ لازم الشباب يهدى شوية، الثورة تحقق مطالبها على مراحل. مش ممكن بعد 40 سنة ان انا اطلب كل حاجة تتحقق مرة واحدة. والحديث ده اللي بعبر، انا مش بتباهى بيه، بعبر بيه ان احنا لسه محبوسين في بلدنا. يعني لسه لحد النهارده محبوسين. فين العلاوه الاجتماعيه؟ هل في حد تحصل واحد ياخد 50,000 جنيه واحد ياخد 300؟ الاخوان حاجه من الاثنين، يعني حاجه من الاثنين. لو عملونا زي وشهم ودقونهم وعلامه الصلاه اللي في وشهم، البلد هتيجي لقدام. لو ثبتوا في الكراسي ومسكوا الكراسي وحبوا الكراسي هيبقوا حزب وطني رقم 1. مصر رايحه على طريق مش عارفين هي رايحه فين بصراحه. يعني البلد مدربكه في كل حاجه. يعني شايف مصر رايحه على خير كبير قوي نتيجه الثوره ونتيجه الاحداث الجاريه.
انا متفائل خير، وان شاء الله اللي جاي احسن من اللي راح بكتير. الثوره لسه مستمره ومفيش حاجه اتحققت، يعني هو كل اللي حصل بس ان المجموعه اللي كانت قاعده في السلطه فوق حاليا لسه بتتحاسب يعني، بس مفيش اي حاجه تمت لغايه دلوقتي. والله هم الاخوان احنا سامعين ان هم هيعدلوا البلد، والبلد هتبقى حلوه على ايديهم، وشايفين ان الناس دي هنديهم حقهم وهم هيدونا حقنا، والبلد هتمشي على ايديهم، هتبقى كويسه بامر الله. حصد الإخوان المسلمون مقاعدهم في البرلمان بنسبة تصل إلى 46% من عدد مقاعده، وها هم يختارون سعد الكتتني رئيسا للبرلمان بصفة حزبهم الحرية والعدالة هو الحزب الغالب في الانتخابات ما بعد الثورة. بطبيعة الحال نتائج الانتخابات كانت متوقعة. فيما يتعلق بفوز واكتساح التيار الديني، هذا أمر كان محل توافر في الشارع المصري على مدار الأشهر الماضية، لأنهم هم القوة تحديدا جماعة الإخوان الأكثر تنظيما والأكثر حضورا في المشهد السياسي على مدار الأعوام 80 عاما، وجماعة الإخوان موجودين في الشارع المصري. ربما يكون الأمر المفاجئ إلى حد ما هو هذه النسبة التي حصلت عليها الجماعة السلفية. أعتقد أن هذا أمر كان مفاجئ للجميع. 25 من يناير يوم فارق بامتياز لثورة شعبية حماها الجيش المصري، ولكن بعد عام بدت المرحلة الانتقالية فيه كما يتندر المصريون في جلساتهم مرحلة انتقامية يجد معها المراقبون أن المجلس العسكري لم يكن ولاءه خالصا لشعبه، وأن في جعبته حسابات أخرى. أستاذ خالد يوسف، عم تقول لي أنت صاحب هذا التعبير أنه هذه مرحلة انتقامية وليست انتقالية. لماذا انتقامية؟ لأنها طبعا، بس لازم أرجع للسؤال اللي حضرتك سألته. إيه هرجع بس هلا بشكل سريع. لماذا انتقامية؟ لأنها كانت يعني كان الوضع بعد سقوط النظام أو بعد تنحي مبارك في 11 فبراير كنا متصورين أن كل المشاكل اللي عملها المجلس العسكري والقرارات الخاطئة كانت ناتجة عن سوء فهم أو سوء إدارة أو عدم دراية بالحياة السياسية والمعترك السياسي، فبيخطئ أخطاء فادحة. طلع أنه لا، طلع أن يبان في الآخر بعد سنة بقى من الثورة أنه كان يريد أن يكسر إرادة الثوار ويعاقبهم على هذه الثورة، ويظهر أمام الجميع أنه الحامي هذه الثورة، وهو في الحقيقة بينتقم من الثوار وبيكره هذه الثورة ويريد أن لماذا ينتقم من الثوار؟ لأنه هو جزء من هذا النظام. لأن احنا بعد ما هو الجيش والقوات المسلحة وقفت جنب هذا الشعب في ثورته ورفضت أن تقتل أبناء شعبه على حسب ما هم قالوا، في حين أن المشير قدام المحكمة قال أن مبارك أصلا ما قاليش اضرب الشعب، لكن افترضنا أن هو رفض وحملنا له هذا الجميل وقلنا هؤلاء القادة قد تطهروا من انتمائهم لهذا النظام البائد بهذا الموقف، وقلنا نقلب الصفحة ديت عشان نبني مصر الجديدة. ودخلنا بهذا الأفق الرحب واكتشفنا أن بيقبضوا على 12,000 يسجنوهم في محاكم عسكرية، 12,000 شاب مصري مسجونين في سجون المجلس العسكري حتى هذه اللحظة. لسه امبارح المشير أصدر قرار عفو عن 1900 واحد بمناسبة أحداث الثورة. يعني من هنا النظرة إلى أنها كانت مرحلة انتقامية وليست أيوة انتقالية. انتقموا من الثوار، ده واحد. اثنين كفروا الناس بالثورة بأن هم ما حفظوش الأمن، وكانوا يستطيعوا أن يحفظوا الأمن بدليل أن الانتخابات اللي اتعملت على 3 مراحل لم يحدث فيها حادثة قتل واحدة، في حين الانتخابات في أي مرحلة في أي انتخابات سابقة حتى في عصر مبارك كان بيسقط فيها قتلى. الانتخابات دي ما سقطش فيها قتيل واحد، بدليل أن هم لما حابين يعملوا انتخابات ما فيهاش أي مظاهر بلطجة ما حصلش. يعني كانوا يقدروا يحفظوا أمن هذا الوطن، ولكن أرادوا أن هم يروعوا الناس ويدخلوا في قلوبهم الخوف وأن الثورة دي جابت لهم لا أمن هكذا يحدث بالتهويل بالنسبة ليوم 25 يناير، أنه التهويل من فلتان قد يحدث في الشارع، التهويل من أعمال بلطجة قد تحدث في الشارع. نفس السيستم اللي عمله النظام القديم في اللي فات. بس أنا لسه ما جبتش على السؤال اللي هرجع لك للسؤال، بس طالما فتحنا مزدوجين، بس بدي أخذ رأي دكتور أحمد بهذا الأمر. يعني الاعتقالات، الشباب المسجونين، الأعمال التي الفترة الانتقامية كما يصفها خالد يوسف، هل أنتم موافقون على هذه الأعمال، على هذه الأمور التي حدثت وما زالت تحدث؟ نحن لنا ملاحظات كثيرة على أداء المجلس العسكري في الفترة الماضية، والغريب أننا منذ اللحظة الأولى من 11/2 تنبأنا بكل هذا وحذرنا منه،
وقلنا لابد ان ننتقل لبناء الدوله حتى نحقق هدف الثوره. هل انتم مستعدون لمحاسبه المجلس العسكري طالما انتم هلا الاكثريه؟ لا يوجد احد فوق القانون، مصر دوله كبيره ونحن قمنا بالثوره لاجل بناء دوله القانون. ما لم يخضع الكل للقانون فلا معنى للدوله. نعم، يعني انتم مستعدون لمحاسبتهم، مستعدون لفتح ملفات، لانه عم ينحكى عن صفقه بينكم وبين المجلس العسكري تؤمن خروج امن لاركان المجلس العسكري، خروج امن مقابل ان تستلموا الاداره السياسيه للبلد. هذه الصفقه التي يتم الحديث عنها. يعني هو حينما تكون المقدمات مكسوره لابد ان تكون النتائج هشه متهرجه، وبالتالي بتقول انت هل سلم المجلس العسكري للاخوان شيء؟ أم أن الإخوان على الطريق يقال أنه هذا التسليم على الطريق. لحظة. هل دخل الإخوان انتخابات بربط الشعب المصري وأبدى انتخب الجميع وصوت للجميع وبنى حجر الزاوية في النظام السياسي بإرادة الشعب وليس بإرادة المجلس العسكري، وتنتقل السلطة بقوة الدستور وليس بقوة المجلس العسكري؟ لا يملك المجلس العسكري أن يمتنع أو أن يمكن. لا يوجد صفقة. لا يوجد صفقة. لا يوجد عند المجلس العسكري ما يقدمه. 100% يوجد صفقة بين الإخوان وبين المجلس العسكري. أنا أديك شواهد، مش كل حاجة برضو المقدمات والنتائج والدلالات والظواهر. أنا عايز أفهم الإخوان فتحوا بقهم وصلوا وجالوا كده لما قالوا الشريعة والدستور والمعرفش إيه، قلبوا الدنيا ولازم الانتخابات الأول قبل الدستور ومليونيات وحاجات كده. ما عملوش مليونية واحدة على حق الشهيد، ما عملوش مليونية واحدة على المحاكمات العسكرية. ما مفروض ان هم اكبر قوه دلوقتي موجوده في الشارع خدت هذه الشرعيه اللي هو بيتكلم عنها الدكتور، ما طلبوش بتقديم القتله للمحاكمه ووقفوا في الشارع كده وقالوا مش هنمشي من هنا الا لما يتقدم القتله. يعني مجلس عسكري بيدير البلاد، مره يتقتل 10، مره 20، مره 30، مره 40، ولا مره لماذا تصرفوا على هذا النحو؟ لان في صفقه مؤداها لكم الإمارة ولنا الوزارة. هي كده عم بيعطيك شواهد، عم بيعطيك دلائل، هو يقدم لك دلائل وشواهد. لا زالت القصة قصة المقدمات والنتائج أيضا، لأن مليونية حق الشهيد نحن لم تحدث مليون حق الشهيد ونشارك فيها، شاركنا فيها جميعا. مليونية المحاكمة كنا موجودين وأنا كنت موجود وكان خالد بيه موجود وكنا على المنصة في هذا اليوم، وفي غيره من أيام كثيرة في المليونات التي طلبت بحقوق. لما حبيتوا تصروا على حاجة كنتوا بتنزلوا وما بتمشوش، وكان بيعملوا إرهاب ان احنا مش هنمشي من الميادين ديت لو حد قال وثيقه السلم. لا لو حد لا بس لكن صح بس هل حق الشهيد نزلت له مليونيه وقلنا احنا معتصمين في هذا الميدان حتى يقدم القتله للمحاكمه؟ لم يحدث. أولاً هل قالوا مش هنسيب هذه الميادين ولن نبرح هذه الميادين باعتبارهم اكبر قوه موجوده على الارض الا اذا خرجت ال 12,000 اللي موجودين او قدمتهم لمحاكمات مدنيه؟ لم يحدث اي تهديد من اي نوع، لكن اي حاجه تقترب من الخط اللي هيؤدي بيهم للبرلمان والوزاره كانوا يقوموا الدنيا وقعدوها. هذه دلائل وبراهين يعتبرها خالد يوسف انها تدل على وجود صفقه واضحه بينكم وبين المجلس العسكري بهدف ايصالكم الى السلطه. اولا لم نعتصم ولم نعلن الاعتصام في اي موقف على الاطلاق بعد 11 فبراير. كل نزولنا كان محدد من البدايه ان ننزل في مليونيه ضخمه، مطلب محدد معلن وتتم الاستجابه له، ونقول انها في الساعه 8 بننصرف، وبالتالي لم نعتصم لاجل وثيقه السلم. لان فعلا كل المطالب اللي هم كانوا بيقولوا عليها كانت تتحقق فورا. هات لي بقى المطالب الثانيه دي ما اتحققتش ليه؟ عشان هم ما اصروش عليها، عشان هم ما لوحوش يعني بالعصيان المدني. هذا اتهام واضح لكم، هذا اتهام واضح لكم انكم لا تحملون قضايا الثوره وقضايا الشعب وقضايا الناس الذين هم صنعوا هذه الثوره، مش في 12 شهر من تحملون قضاياكم الخاصه. من 12 شهر من الانفلات الامني ما شفتش الاخوان نزلوا وقالوا احنا مش ماشيين من ميادين غير لما المجلس العسكري يوفر حمايه لهذا الشعب اللي هو شعبي، اللي هينتخبني، اللي هيأسس مصر الجديده اللي انا خايف عليه. ما حصلش. لماذا لم يحصل؟ لماذا لم يحصل ذلك؟ احكيك ما حصل. اولا ده ليس اتهاما، ده تقدير، بس مش سيره طويله، ده تقديرا من خالد لمواقف الاخوان بلا شك، انهم حينما كانوا ينزلون ويصممون ويصرون فيلجؤون الاداره الحاكمه ان تسجل مطالب الشعب. مسألة الانتخابات لا مش بيجبروهم، مسألة الانتخابات مش إجبار، اتفاق عم بيقول، أو حتى لو كان إجبار أنا موافق إن أنتوا تجبروهم والله باعتباركم أكبر قوة شعبية. دعني أجيب على الأسئلة وهات من عندك من جديد. مسألة الانتخابات والتصميم عليها مسألة وثيقة السلم وإسقاطها، لأنها بتهدم أساس الديمقراطية بناء الدولة، لأنها كانت بتجعل سلطة فوق السلطات، تجعل المجلس العسكري فوق كل سلطات الدولة، ويبتعد التشريع نفسه ويعاقب على الكل.
فوقفنا ضد هذا وصممنا عليه واسقطناه، لان كان هذا ينتج ديكتاتوريه اسوء مما كان ايام مبارك. لماذا لم تقفوا بوجههم للافراج عن المعتقلين؟ لماذا لم تقفوا بوجههم لضبط الامن وعدم وجود ما قالها عنه الاستاذ خالد؟ وقفنا ومتى حينما صممنا على اجراء الانتخابات، لان كنا منذ اللحظه الاولى الثورات الشعبيه لا تحقق الاهداف الا باراده الشعوب ببناء الدوله، وبالتالي دعونا الجميع للانتخابات منذ شهر 5 و6 اللي فات، ولم يكن هناك فرق امني، ولم يكن هناك محاكمات عسكريه، ولم يكن هناك شيء على الاطلاق، لكن دخلت تجاذبات سياسيه لا معنى لها، صرفت المسار كله عن طريقه الطبيعي، وقال ده جاهز ومش جاهز وغيره، واجلت الانتخابات لشهر 12 وضاعت اثمن سنه في عمر مصر. لو سمحت بس نتاج هذه التجاذبات، وبالتالي دخلنا في هذا النفق المظلم، هي تجاذبات القوى السياسيه التي تقول انها غير جاهزه وانها غير مؤهله للانتخابات وانها تخاف من اراده الشعب المصري، فتقاعد حول نفسها وخلقت مشكلات. لم يصلني جواب عن ما قاله خالد يوسف. فيما يتعلق الصحيح ان البدايه يا دكتور اتفضل يا احمد بيه. اللي فيما يتعلق بالمحاكمات العسكريه، نحن رفضنا المحاكمات العسكريه منذ اللحظه الاولى وبشكل دائم ومستمر، وفي كل مليونيه كنا نرفع بين مطالبنا لا لاحاله المدنيين للمحاكمات العسكريه قولا واحدا. قولا واحدا. شكرا. ايضا في كل تظاهراتنا مساله الانفلات الامني والفراغ الامني عانينا منه كثيرا، مش كده وبس، بل احنا عملنا مع الداخليه كثيرا وضغطنا بكل ما نملك من قوه لكي يعود الامن مره اخرى، لكن كان ده بيستخدم احيانا فزاعة للمجتمع كله عشان ارهاب المجتمع. فزاعة من قبل من قبل كثير من القوى السياسيه التي لا تريد اراده الشعب. سمي لي كثير من القوى التي كانت لا تريد الانتخابات. من هم عشرات الناس. على سبيل المثال من الجهه او الحزب؟ احزاب سياسيه وقوى سياسيه كثيره جدا كانت تقول كيف تجري انتخابات ولا يوجد امن، كيف تؤمن وزاره لا تستطيع ان تؤمن مقرها انتخابات، وكانوا يريدوا ان يفزعوا المجتمع الفراغ المصريون في مشهد ملهم اكثر من 67% مما لهم حق يتلاقي بالاصوات، فقطعوا الطريق على كل من يريد أصبحت الفكرة واضحة. أستاذ خالد، بالعودة إلى الموضوع الأساسي، رغم كل تحفظاتك ورغم كل انتقاداتك لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، ورغم ما قلته أنهم قد يتحولون أو هم أصبحوا حزب وطني رقم 2، ولكن نالوا 47% من مجلس الشعب المصري بناء على انتخابات أنت وصفتها بأنها كانت حرة ونزيهة. قلت ذلك إلى جريدة الوفد ب 13 كانون الثاني 2012. حرة ونزيهة. إذن كيف يمكن أن تكون كما قال لك الدكتور أحمد، كيف يمكن أن يكونوا حزب وطني رقم 2 وهن انبثقوا من إرادة شعبية اختارتهم بنسبة 47%؟ طيب نحلل بس الإرادة الشعبية. أولا هي حرة ونزيهة ولكنها ليست عادلة. بمعنى كيف ممكن تكون حرة ونزيهة وغير عادلة؟ ليه غير عادلة؟ غير عادلة لما يستخدم فيها الدين سبب للجذب او الاقصاء او للانجذاب ناحيتك، يبقى مش عادله. مش عادله لما استخدم بؤس ويأس الناس، فاستخدم البؤس فخاطب بؤس الناس باعتباري جمعيه خيريه اقدر اجيب لهم البوتاجاز ورغيف العيش، وخاطب يأسهم بان انا هقدر اجيب لهم الجنه كمان في الاخره. لما اخاطبهم بهذا الشكل واستغل بؤس ويأس الناس فمش هطلع نتائج عادله. ممكن اطلع انتخابات ما حصلش فيها تزوير ورقي، لكن مش عادله ولا تعبر تعبير امين عن اراده هذا الشعب. ده واحد. اتنين، حتى القانون اللي اتحط ده بتاع القائمه النسبيه. القائمه النسبيه دي اصلا مفروض، وانت استاذ في القانون، المنوط بيه يعني فلسفه روح القانون في الحته ديت انها تعمل تمثيل نسبي. عملوا برضو فقرة عشان يدوا الحرية والعدالة والسلفيين أكبر من حجمهم الحقيقي، إن في حاجة اسمها أكبر البواقي. فيجي حزب يبقى حاصل مثلا على 10% من مجموع أصوات الناخبين ما تلاقوهوش ممثل بعدد الأصوات بتاعته، تلاقي فيه بواقي كثيرا راحت ليهم. الخلاصة أستاذ خالد، هذه الانتخابات لا تعبر فعليا عن إرادة الشعب المصري. لا تعبر بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إن لما تحرر إرادة الناس يبقوا حرين في اختيار. تحرر إرادتهم من ماذا؟ من العيش، واخد بال حضرتك، والكرامة. نعم. تحررهم من ده، وفي نفس الوقت ما تستخدمش أساليب أصلا الدستور أو الإعلان الدستوري اللي احنا شغالين تحت مظلته، أساليب مثل اللي هي أساليب يعني مفروض محظور الدعاية الدينية. محظور إن أنت تقول لي الإسلام هو الحل، عشان أنت بتقصيني، بتخليني أنا كمان مش مسلم لما تقول الإسلام هو الحل. وقعدنا نصرخ ونقول لهم يا جماعة قولوا فهمكم الإسلام هو الحل، مش الإسلام هو الحل كده. طيب، ولكن هذا الذي حدث، الذي حدث، وهناك 47% للإخوان المسلمين، هناك 24% للسلفيين، يعني في 70%.
هذا هو وجه مصر الجديد؟ تمام. وجه مصر الجديد ده السنة اللي جاية هتبرهن على ان انا كلامي صح ولا كلام احمد بيه هو اللي صح. السنة اللي جاية ديت مفروض احنا في شعارات اترفعت، نعيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة وطنية، مش كده؟ مش دي شعارات الثورة؟ مفروض في السنة ديت نشوف امارات لده. لما انا اتكلم على الحرية والعدالة او السلفيين، انا بقول انا بدعي ولي ان ادعي الى ان يثبت العكس. ليه أن أدعي أن هم ما يفرقوش حاجة عن الحزب الوطني من حيث اقتصاد السوق الحر، وهم منحازين، هم يمينيين أكثر من الحزب الوطني. ودولة رجال أعمال هتبقى دولة رجال أعمال بس بدقون، من غير، مش هتبقى مش هيبقى أحمد عز، هيبقى ناس تانية، واخد بال حضرتك؟ هتفضل دولة رجال أعمال. أنا عايز يقولوا لي أن هم هيقدروا يعملوا في الدستور اللي هم عاملين يقولوا هو جاهز عندنا، في عندهم حاجة تقول دور الدولة في فرصة عمل، دور الدولة في فرصة عمل ومسكن ملائم لكل مواطن؟ مش هتلاقيها، مش هتلاقيها في قلب الدستور بتاعهم. ماذا لو حققوا كل ذلك؟ ماذا لو وقفوا على حاجات الناس فعليا وعلى طموحات الناس فعليا؟ يبقى أنا كل طرحي هيبقى كله غلط. يعني بعد سنة مستعد أنت تقول أنك كنت غلطان فيما لو حققوا هذه الإنجازات؟ بس يعملوا لي العلاج المجاني الحقيقي، يعملوا لي التعليم المجاني الحقيقي، يعملوا لي الضرائب التصاعديه على رجال الاعمال عشان تدي الفقراء، يعملوا لي كل الكلام ده. مش دي العداله الاجتماعيه اللي احنا كلنا متفقين عليها كشعب ان احنا رفعناها شعار؟ يجيبوا لي قصاص للشهداء، وخاصه من المجلس العسكري الحاكم اللي مسؤول عن قتل الشهداء من يوم 11 فبراير لغايه اللحظه دي. يجيبوا لي بقى حق الشهداء. يجيبوا لي، يعملوا لي رؤيه ازاي تفتح، ما دام بنتكلم عن الحريه مثلا، ازاي تفتح مسام المجتمع لان هو يقدر يستقبل رياح جديده، ويقدر يفتح مسامه لرؤيه لحريات افضل. نعم. المطلوب منكم الكثير. لا، في حاجه بس اخيره، يقولوا لي بقى حاجه بالنسبه للكرامه، يقولوا لي هيقطعوا الغاز عن اسرائيل ولا مش هيقطعوا، يقولوا لي هيطردوا السفير الاسرائيلي ولا مش هيطردوا، ده مطلب شعبي، يقولوا لي مش هيعملوا هيبقى في تبعيه امريكيه زي بتاع الحزب الوطني ولا مش هيبقى في تبعيه امريكيه. كامب ديفيد ايضا، مش هقول لك كامب ديفيد، ولكن على الاقل ان انت تمشي في فلك السياسه الامريكيه. كل الحاجات اللي انا بكلمك فيها ديت لا يختلفوا في طرحهم عن الحزب الوطني في اي شيء في اللي انا بقوله ده كله. على كل، هذه مواضيع للنقاش لكل الحلقه، يعني هذه عناوين الحلقه اختصرتها استاذ خالد في دقائق قليله، وبدأ نقاش اكثر من دقائق قليله، ولكن بدي ابدا معك بفكره طرحها انكم استغليتوا يأس وبؤس الناس. عظيم. من مال بؤس الناس من خلال وضع الاجتماعي والمعيشي البائس، ويأس الناس والدعاية الدينية بأنه من خلالكم سيكونوا موعودين بالجنة. أولا ماذا تقول ردا على ذلك قبل أن أنتقل إلى باقي الأمور؟ أولا بالنسبة للدعاية الدينية، نحن لم نمارس دعاية دينية على الإطلاق، وهناك قواعد قانونية حاكمة، ودولة مصر فيها قضاء وفيها مؤسسات دستورية، ومن عنده شكوى تجاه واقعة قلنا مرارا وتكرارا نحن معك في شكواك، نقدم عليها الدليل إن صح لدينا، ونقدم من ارتكب المخالفة. هل عندك دلائل على استخدامه للدعاية الدينية؟ خش على اليوتيوب وشوف الدعاية الانتخابية اللي قايمة على أساس الدين قدام اللجان وقدام القوات المسلحة، ولم تمنحهم القوات المسلحة. أكمل بقى، الإسلام والحل ليس عم بقول لك قدام القوات المسلحة، قدام مراكز الانتخاب، وموجودة على اليوتيوب. يا سيدي اسمعني. لا عم بقول لك عم بعطيك دلائل. ده غير صحيح بالمرة، لأن الإسلام اسمعني، نحن لم نرفع شعار الإسلام والحل، وإن كنا قد رفعناه فهو ليس شعارا دينيا وليس دعاية دينية، ده شعار دستوري بأحكام القضاء المصري في أعلى درجاته حتى المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي هذه القضية منتهية، يعني مسألة قانونية صرفة، وبالتالي مسألة الدعاية. وبعدين يعني هنا برضه الشعب المصري شعب يعني ذكي. البراهين الذي يقول ليست هناك براهين إطلاقا. إيه ليست براهين؟ بص لا نريد، يقول هناك دعاية دينية كانت موجودة على اليوتيوب. لا غير موجودة. ده بص يا سيدي، من كان بص يترتب على إخراق أحكام القانون في هذا الخصوص شطب المرشح، كان على من لديه دليل على هذا أن يتقدم بشطب المرشح، وكان يشطب المرشح، وكنا ندعو في هذا. لا يوجد ثمة مخالفة على الإطلاق في اتجاه حزب الحرية والعدالة في مباشرة أي شكل. أنا بتكلم الحرية والعدالة في مباشرة أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة للقانون. نحن كنا منضبطين وحريصين. استغلال بؤس الناس، استغلال بؤس الناس أيضا غير صحيح بالمرة. الشعب المصري شعب واعي وشعب معلم وشعب ملهم. اللي فجر الثورة دي مستحيل أن يبيع صوته كما يروج الكثيرون بما يقال أنه بؤس أو بفقره إطلاقا. بس ولكن يحكى أنه الإخوان من زمان هناك تواصل مستمر بالأحياء وعند الفقراء، وهناك دائما تأمين خدمات. يعني هل عيب أن أتواصل مع مجتمعي وأعرف مشاكله وأتفاعل مع مشاكله؟ إذا صحيح أنكم تقدمون مساعدات وأنكم تقدمون أو تسدون حاجات الناس، وهذه حصدتموها في الصناديق الانتخابية، أليس كذلك؟ عليك أن تفرق بين أمرين.
ان يستخدم سد الحاجه اداه للسطو على صوت الناخب، او او يكون عندك منهج طبيعي في ان تحل مشاكل مجتمعك كاحد اليات عملك الطبيعي العادي في كل مراحل حياتك. مش معنى ما حلتهاش غير في حتى وانت مضطهد، حتى مش وانت معنى ما مضطهد. حلتهاش لا، ده انا بحلها بقالي 80 سنه. 80 سنه وانا على كده في المجتمع المصري. يبقى حتى وانت مضطهد، حتى وانت معتقل، حتى وانت معلق على عود المشنقه، حتى وانت مسجون، حتى وانت مصادر حقك في وظيفتك اللي تستحقها بمؤهلك، حتى وانت ممنوع من مسلوب الحقوق الدستوريه في الترشح وفي في انتخابات الشورى التي كنا نقصى بها بالكامل ونقدم بها وقت رشحنا وعندنا الاف الاحكام. اصبحت واضحه. قبل ان استقبل دكتور نجيب جبرائيل، استاذ خالد، يعني واضح صار لهم 80 سنه من النضال، هم الاكثر تنظيما، هم الاكثر عددا، هم الاكثر بعدا في الرؤيه، هكذا برهنوا، وصار لهم 80 سنة في العمل. 80 سنة والناس اختارتهم. ما هي مشكلتك معهم؟ 80 سنة ولا مشكلة يا خالد معنا مشكلة. هو الصراع اللي موجود 80 سنة اللي كانوا بيعملوا فيها الصراع ده ليس صراعا من أجل تقدم مصر ومن أجل من أجل صراع من أجل السلطة. صراع من أجل اقتسام كيكة السلطة. اتخانقوا مع عبد الناصر على السلطة وضربوه بالنار، واخد بال حضرتك، فدخل وصار الصراع، سابهم السادات شويه وفي الاخر فريق منهم راح قتله، وبعد كده في ال30 سنه الاخيره كان كله صراع على السلطه. احنا دلوقتي هم في السلطه، وانا احمد الله انهم الان في السلطه عشان نخلص. انا عايز اجاوب على السؤال المهم اللي سابها. عشان نخلص من شوق الشعوب. في شوق لهذه الشعوب اللي احنا جزء منها الى السلطه. لا لهذه التيارات، لانها طول الوقت بتروج لانها عندها الحل، عندها حل لكل حاجه. فانا عايز نفسي بقى نشوف الحل. بالضبط، نشوف الحل. دكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لمنظمة حقوق الإنسان، أنت معنا مباشرة من القاهرة، مساء الخير. إلى مخرجنا الكبير أستاذ خالد يوسف والأستاذ الدكتور أحمد بركة، يعني خالص التحية لحضراتهم. يعني تحياتي لك. نعم. نجيب بيه. دكتور نجيب، أنت في تصريح لك في منذ أسبوع تقريبا تقول أن الأقباط يعيشون الآن أياما أسوأ من زمن مبارك. لماذا؟ وما زلت أصر على هذه العبارة، لأن واقع الحال يعبر عن ذلك ويؤكد ذلك، وكان الأقباط ينتظرون حالا أفضل مما عانوه نيف أكثر من 30 عاما مضت، لكن يبدو أن الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن كما يقولون. حال الأقباط الآن لنرى مثلا نتائج مجلس الشعب الأخيرة أو ما يسمى ببرلمان الثورة الذي سوف ينعقد خلال ساعات من الآن. نرى أن الأقباط يمثلوا في هذا المجلس ب1% و2 على وجه التحديد، رغم أن أيضا نجحوا في ظل القوائم. فإذا افترضنا أن كان النظام نظاما فرديا كما هو الحال في البرلمانات السابقة، لكان أحدا من الأقباط كان قد دخل البرلمان. وهذا أيضا يعطي مؤشر خطير جدا أن المناخ الذي تمت فيه تلك الانتخابات كانت تقصي الأقباط إقصاء تاما عن فرص الحصول. كيف كان يتم الإقصاء حسب وجهة نظرك؟ كيف يتم الإقصاء وأنتم في ضمن لحظة دكتور نجيب هناك الأستاذ أمين اسكندر يلي هو قبطي وهو عضو في حزب الحرية والعدالة ونجح وأصبح نائب. نعم وهو قبطي. وفي الحقيقة كويس يا أستاذ جورج. نعم أستاذ جورج، يعني أرجو أن الصوت مش واصل كويس. نعم أنا كنت. ألو؟ هل أصبح واضح الصوت؟ هل أصبح واضحا؟ يا سيدي الفاضل. نعم. الأستاذ أمين اسكندر لا يحسب على الأقباط، وإنما هو على حزب العدالة والحرية، وقد نجح على هذا الحزب. أما الخمسة الباقون هل تبرأتم منه؟ كيف لا يحسب؟ لن نتبرأ منه. إيه؟ طيب. لكن هو نجح على حزب العدالة. الحزب العدالة والإخوان لا يمثل الأقباط. هل تتصور هذا هو خياره، اختار أن يكون في حزب الحرية والعدالة، بتنبذوه أو بترفضوه أو بتبطلوا تحسبوه؟ له كامل الحرية. أنت تقول أن أمين اسكندر قبطي ووجد في البرلمان. نعم. أقول أنه قد وجد في البرلمان عن طريق حزب العدالة والحرية الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. هو جاء عن طريق حزب الكرامة. لكن أستطيع أن أقول وبحق أن الأقباط في
قد سألتني أن هل الأقباط حالهم أسوأ؟ أقول نعم، لأن الأقباط قد تعرضوا للكثير من يعني الأحداث والحوادث، سواء أحداث دامية في مسبيرو، سواء حرق الكنائس، سواء تدمير الكنائس، سواء قتل شباب الأقباط في المقطم وفي العمران وفي إمبابة. حتى الآن مذبحة مسبيرو لم تظهر تحقيقاتها. أسأل الأستاذ أحمد بركة، ماذا فعلت يا دكتور أحمد؟ ماذا فعل حزب العدالة إزاء أحداث مسبيرو؟ ماذا فعل حزب العدالة إزاء ما تعرض له الأقباط من حرق الكنائس في الماريناب وفي الصول وفي الإمبابة؟ ماذا فعل الأقباط؟ ماذا فعلتم أنتم حزب العدالة حينما سفه الدين المسيحي من قبل بعض السلفيين المتشددين، ووصف المسيحيين بأنهم كفار، ووصف المسيحيين بأنهم لا يجوز أن يتبوأوا مراكز عليا في البلاد؟ ماذا فعلتم يا حزب العدالة الذي نلتم الأغلبية في مجلس الشعب؟ هل تنوون كحزب العدالة أن يصدر منكم أو أن تقوموا بإصدار قانون أو تقدموا مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد؟ نعم. يعني أنا عاوز يعني دعني أسأله، دعني أحيل كل هذه الأسئلة إلى الدكتور أحمد والذي كان يستمع إليك. تفضل دكتور أحمد، ماذا تقول ردا على كل هذه الطلبات، على كل هذه الهواجس وعلى كل هذه العلامات الاستفهام؟ هو ليس ردا بل تقرير واقع، لأن لا أصدق من حديث الواقع حين يقع. نحن رددنا على كل ما أثاره الدكتور نجيب في كلامه بإجراءات عملية، سواء كان في مسألة عيد القيامة المجيد ما هي الإجراءات العملية؟ أنا بتكلم بقول لحضرتك راحوا عيدوا عليهم يعني. أنا بديك مثال في كل هذه الكنائس، في كل هذه الكنائس كنا أول المبادرين. عم بقول لك إذا عيدت علي هذا إجراء. لا أكمل بقى. في كل هنتهي أبدأ بما انتهيت به على أجندتنا التشريعية، قانون بناء الكنائس اللي بيتحدث عنه الدكتور نجيب. عندنا مشروع قانون كامل يتيح الحريه الكامله للمسيحيين في بناء دور عبادتهم واحترام دور عبادتهم وتحريم العدوان على دور عبادتهم الى اخر هذا الملف الواسع. مساله يعني احنا من اول من رفض تسميه المسيحيين في مصر بانهم اقليه، قلنا لا، هم مواطنون، شان كل المواطنين متمتعين بكافه الحقوق وملتزمين بكافه الالتزامات، مصريين حتى النخاع يخاطبون المصريين، لا تمييز بين مسلم ومسيحي، بين مواطن ومواطن بحساب من اسباب التمييز. نحن اصحاب هذا كلمات انشائيه. لا ده كلام حقيقي واقعي، وقائع معينه بافكار معينه. من فضلك يا دكتور احمد، نحن ننتقل لبناء دوله قانون. يا دكتور احمد، ذلك في حكم القانون ليس في الانشاء وليس في العبارات السياسيه. يا دكتور احمد، لما بتكلم عن الاجنده التشريعيه يا نجيب بيه. يا دكتور احمد، لما خرجت الحركات السلفيه الاسبوع اللي فات ووصفت الديانه المسيحيه بانها ديانه فاسده، ده غير صحيح يا نجيب بيه. نحن لم نسلم بهذا، بالعكس نحن نحترم الدين المسيحي. طلعتوا بيان بهذا الموضوع يا دكتور احمد؟ نعم طلعتوا بيان، طلبتوا المجلس العسكري يحقق في نتائج مذبحه مسبيرو. ايوه نعم اصدرنا عده بيانات طالب التحقيق في هذا، وطالبنا التحقيق واعلان التحقيق في كل احداث الاعتقال، ليس في مسبيرو فقط، في كل ما جرى. عم بقول لك ما سمع باي حاجه طلعت. لا وين البيانات؟ اين البيانات؟ منشوره في كل الصحف والجرائد، منشوره في كل منشوره على موقع الحزب وفي غير موقع. دكتور نجيب، هي منشورة في كل الصحف، في كل الوسائل الإعلام، البيانات التي أصدروها، لماذا ألم تقرأها؟ اديني رقم بيان واحد فقط لا غير. لا، عشرات البيانات في كل حدث، لم نترك حدثا واحدا ولم نعبر فيه عن موقفنا بشكل واضح وجلي، سواء ليس موقف بيان فقط، ده احنا ساهمنا في بناء الكنائس التي هدمت، ساهمنا في اجراء المصالحات بين العائلات القبطيه والمسيحيه التي دار بينها في صول وغير صول وفي امبابه. يقول لك لحظه دكتور نجيب، يقول انهم ساهموا في بناء الكنائس التي هدمت. يا استاذ جورج، اساله سؤال، منذ عهد الثورة وحتى الآن لم تبنى كنيسة جديدة في مصر، ما بني كانت التي هدمت والتي حرقت. بتحدث عن هذا يا نجيب بيه، حتى الآن لم تبنى هذا ما أتحدث عنه. لا، والكنائس تبنى كل يوم يا نجيب بيه، هذا غير. عندي في حماده هديك 20 كنيسه بيبنوا الان، هديك 20 كنيسه بيبنوا الان في اكثر من مكان في مصر، منهم في قريتي انا كنيسه بتبنى النهارده، وفي مركز هو يتحداك وانا اتحداه بالواقع. طيب اتحداه بالواقع، اذكر اسماء. كنيسه في كوم حماده، كنيستين في الهرم، كنيسه في المرج، كل ده بيبنى الان. كله كلام لا اساس له من الصحه. لا، بناء كامل يا نجيب بيه، بناء كامل. وعلى كل حال يقول كلام لا اساس له من الصحه. ده كلام صحيح، انا بتكلم عن اماكن محدده ويتصل بالقساوسه اللي يعني الاباء لهذه الكنائس ويستفسر منهم. انا بتكلم عن بلدي كوم حماده يبنى فيها كنيسه الان. لسه امبارح في شبرا الخيمه تم الاعتداء على كنيسه،
هذا مرفوض هذا مرفوض ومستنكر وغير مقبول على الاطلاق. هذا مرفوض ومستنكر وغير مقبول على الاطلاق. وقلت لك ان على اجندتنا التشريعيه قانون. هل تتصور ان يوم عيد الغطاس يمنع المسيحيون في شبرا الخيمه من الذهاب الى لا، غير صحيح يا نجيب بيه. لم يمنع واحد من الاقباط على الاطلاق، ولن يسمح بمنع واحد من الاقباط ان يمارس شعائره الدينيه. هذا غير مسموح به على نطاق القانون والدوله والنظام والمجتمع وافراد الشعب. طيب استاذ خالد، يبدو انه وجهتي نظر متناقضتين، وكل وجهه نظر تقول ان هي على حق. يعني هناك تناقض فظيع يعني بين انه الدكتور احمد يقول هناك بناء كنائس، دكتور نجيب يقول لا يوجد بناء كنائس. انا لا اشكك في مواقف حزب الحريه والعداله من حيث مواقفه المعلنه، لانه هو لا يستطيع ان يقول، لان ما ينفعش يبقى حزب يمتلك الاغلبيه الان وهيتكلم على معامله الاقباط على انهم اقليه او على انهم جاليه جايه تعيش في مصر. هذا كلام فقط للاستهلاك. ده كلام للاستهلاك. ما مش عايز اقول الاستهلاك، مش عايز اتهم النوايا، ولكن انا ليا المواقف الفعليه. انا ليا كنيسه اتحرقت، انا ليا كنيسه اتهدمت. ماذا فعل هذا الحزب اللي له قواعد في كل اللي خد 10 مليون صوت في مصر؟ طيب ال 10 مليون صوت اللي ادوا تمهلوا عليه تيصير مظبوط بالسلطه يا بيه. يعني أنا ليا موقف غدا الجلسه الاولى لمجلس الشعب. غدا سيتم انتخاب رئيس لمجلس الشعب. مش موافق يا جورج. يعني لماذا لا تتمهلون عليه؟ ليه انا مش هتمهل لان المواقف باينه. لما الموقف بيقرب من مصلحته هو كتيار ومصلحه وصوله للسلطه بيقف ويقوم الدنيا ويقعدها ويهدد. لما الموقف يتعرض الأقباط للقتل أو للسحل أو للهدم يكتفي ببيان. في فرق ضخم. لما وثيقة السلمي قال لك وثيقة السلمي هتهد بناء الدولة، وإحنا عشان كده وقفنا بكل عزم وهددنا وأسقطناها. طب يعني أليس دماء الأقباط مصر أو هدم كنيسة بقالها 1400 سنة مصر دخلها الإسلام لم تهدم كنيسة، تيجي في عصر الثورة وتهدم كنائس وتحرق وانت واقف تتفرج وتقول انا قدمت بيان؟ لا، المطلوب منهم كان مواقف عملية، وده ما حدث. لا، الموقف العملي هذا ما حدث. ما هي المواقف العملية التي حدثت؟ ذهبنا لمكان الحدث واستنكرنا هذا وقمنا ببناء الكنيسة من جديد مع من ساهم في بنائها. يقول انه قام ببناء الكنيسة في صول وفي امبابة. دكتور نجيب جورج، نعم تفضل. انا بسألك سؤال قبل انعقاد مجلس الشعب يا دكتور احمد بركه. اتفضل. ومشروع قانون بناء دير العباده الموحد كان امام مجلس الوزراء، ووعد رئيس الوزراء السابق ان يصدره ابان احداث امبابه. لماذا لم تذهب كحركه كاخوان مسلمين وكحزب العداله لتعدد هذا القانون ويصدر وتنتظر الى ان ينعقد مجلس الشعب؟ لماذا؟ هذه القوانين المهمه نجيب بيه كما تعلم لابد ان تصدر عن سلطه التشريع الطبيعيه، حتى لا يقال فيما بعد انها صدرت من سلطه استثنائيه فتره استثنائيه، وبالتالي على اولى اولوياتنا في اجندتنا التشريعيه القوانين التي صدرت من مجلس العسكري. هذه القوانين لحظه يا دكتور، هذا القانون على راس اولوياتنا في اجندتنا التشريعيه التي سنقدمها للبرلمان في جلسات انعقاد. ايوه، ليس ملحا ان احنا كنا نطلع قانون تجريم التمييز الان تجريم التمييز في وسط ناس كانت بتقتل ناس وبتقول ان انا ما ينفعش اقول لها كل سنه وانت طيب. استاذ خالد يعني لنكن ايضا منطقيين. ألستم مستعجلين عليهم؟ يعني لماذا لا تعطوهم مهلة؟ لماذا لا تمهلونهم لكي تروا إذا كانوا فعلا سيقومون بكل هذه؟ نحن نحتاج إلى مهلة. نحن عندنا الوقت اللازم والكافي منذ أن نستلم. حينما استلم البرلمان، مش احنا بس، البرلمان كله مطالب أولا دماء الشهداء، حقوق الشهداء، أسر الشهداء، المصابين، كل ده ملف هياخد أولويات. يعني سنعود لو قعدوا 10 سنين في الحكم، أنا بقول لك أهوت وبقولها لك وكلمة مسجلة عليا، لو قعدوا 10 سنين في الحكم الإخوان المسلمين، لو جابوا مين قتل الناس الشهداء من يوم 11 فبراير لغايه النهارده، انا هعتزل الحياه كلها. اولا انا بقول لك اولا لان اللي قتل الناس ديت يا اما المجلس العسكري يا اما المجلس العسكري متستر عليه، وهم لن يقدموا حد من المجلس العسكري للمحاكمه، ولن
ينقضوا عهدهم مع المجلس العسكري. هي دي هو ده الدين يا جورج. في دولة القانون هناك فصل بين السلطات. دين عم بقول لك. ما انا بتكلم. بص يا سيدي، في دولة القانون هناك فصل بين السلطات. المحاكمات اختصاص السلطة القضائية، لا شأن للحزب السياسي، لا شأن للبرلمان اطلاقا بالمحاكمات. هذا هذه مسألة قضايا بحتة لا علاقة للحاكم بها. لو فتحت الباب للحاكم ان يؤثر في حكم القضاء فسدت الدولة وسقطت الدولة. لابد ان نقيم فصلا حقيقيا بالسلطات، والا انا اعود للدكتاتورية والاستبداد من جديد. وبالتالي هذا الملف كله في حوزة القضاء. في مشاكل في القضاء نحن نسلم بهذا. دوري ايه؟ ان انشئ قانون سلطة قضائية جديد يعيد الاستقلال الكامل لسلطة القضاء، الاستقلال الكامل لمنصب النائب العام، التمكين الكامل للقضاء، ان يباشر سلطات ايه؟ ما هو بقالك العذر اهو اللي هيقولوا بعد 10 سنين انا مالي بالقضاء. انا حاكم. انا مش انت حاكم سياسي، مش انت راعي ومسؤول عن حاكم المجرم سياسي. انا ويجي بعد كده يقول انت حكمت خصومك السياسيين. انا لو حاكم وانا مستبد وانا اعلق على قدم المشانق. انا في يعني اغن دوله في العالم يحاكم فيها برلمان المجرمين. هذا مخرج يعتبر من خلال السلطات والفصل بين القضاء. دكتور نجيب تفضل قبل ان اخذ فاصل اعلاني. تفضل. انا بسال سؤال صغير، هل يؤمن حزب العداله بحريه العقيده ومن هذه الحريه حريه التحول الديني؟ انا عايز سؤال او لا. حرية العقيدة مكفولة بنص دستوري مصري لا يملك أحد والتحول الديني يا سيدي. حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد مكفولة بنص دستوري مصري. نحن حريصون على بقاء التحول الديني. حرية الاعتقاد مكفولة بنص دستوري. نحن حريصون على بقاء. ماذا عن التحول الديني؟ حرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير وحرية بث الشعائر الدينية حريات أساسية لا يمكن أن يخلو دستور ديمقراطي. إذا أنتم كلامي واضح. أنتم إذا مع حرية التحول الديني. نحن مع حرية الاعتقاد وحرية بث الدين والعبادة وحرية بث الشعائر الدينية وحرية الرأي والتعبير. استنى يا استاذ نجيب. هرب السؤال، هيك كده هرب السؤال. يقول انك هربت من السؤال. اطلاقا انا اقول كلاما واضحا. التحول الديني لم نفهم. التحول الديني يعني بيسأل عن القاعده الفقهيه عندنا اللي بتقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بالضبط كده يا استاذ خالد. بالضبط كده. يجب ان تاتي بالجزئيات وتقذيفها في وجه القضايا الكليه. ده اسوأ اشكال الفساد في الاستدلال والتدليل على ضعف المواقف. انا النهارده الحقوق والحريات تكفل في الدساتير، تطبيق الحقوق والتمتع بها يحكمها القضاء. دكتور احمد مش سأل عندنا قضاء سؤال نريد جوابا عليه. الذي يفتي في هذا اولا انا مسؤوليتي كسلطه حينما اكون سلطه تشريعيه ان اكفل الحق في نص دستوري محكم وفق المعايير العالميه. والذي يفتي اكمل القضاء مش انا. القضاء هو الذي يحكم بعد ذلك. فكيف يتمتع المواطن بحقه؟ مش انا اللي اقول، مش انا كسلطه سياسيه، والا تماهات الحدود بين السلطات. انت اللي بتحط التشريع بالقضاء يمشي عليه. بالضبط يا فندم، ما ده اللي بقوله. طيب. انا في نفس حريه الاعتقاد مكفوله، حريه العباده مكفوله، حريه الراي والتعبير مكفوله. هو بيسالك على حريه التحول. التحول الديني هو بيسالك دي هتبقى موجوده في التشريعات ولا لا؟ الذي يقرر هذا المحكمه الرقيبه. لا المحكمه ايه يا سيدي؟ القوانين. طب اديني اجاوب بس. المحكمه بتطبق القانون. الذي يقرر هذا المحكمه الرقيبه على الوثيقه الدستوريه في انضباط مبادئها وعلى المنظومه التشريعيه بالانضباط باحكام الوثيقه الدستوريه. المحكمه الدستوريه العليا ثم محكمه المشروعيه التي تراقب الحقوق والحريات. وبالتالي حينما ياتي مواطن يمارس حق من الحقوق وضحت الفكره. وتعقب عليه. تفضل. لا القضاء. نعم تفضل. انا لم امنع يشرع. البرلمان يشرع والمحاكم تطبق. يا سيدي البرلمان يشرع والمحاكم تطبق. والمحكمة الدستورية رقيبة على البرلمان. بأن هناك من يتحول من الإسلام إلى المسيحية. والمحكمة الدستورية رقيبة على البرلمان يا نجيب. هل تؤمنون بأن من يتحول من الإسلام إلى المسيحية؟ سؤالي واضح. هل سوف يصدر تشريع وتكفلون حماية هذا التشريع أم تتحفظون على هذه النقطة بالذات؟ ليس لدينا ثمة تحفظات على النصوص الدستورية التي تقاع حرية الاعتقاد، والذي يراقب هذا قضاء المشروعية والقضاء الدستوري. لن نصل إلى جواب حاسم. فاصل إعلاني وأعود للحلقة مع ضيوفي خالد يوسف، أحمد أبو بركة ونجيب جبرائيل، وسينضم إلينا كما سبق وأعلنت المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل طارق الخولي، وأيضا عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي أحمد